طبعا الشيخ محمد الجيلاني اللي هو اسمه محمد أحمد مختار السباعي، وشهرة الشيخ محمد الجيلاني وأحيانا يكتب محمد الكيلاني. الشيخ محمد الجيلاني من المجاهدين، كان يتردد هنا في حجازة لمدة 30 عام قبل أحداث الحملة الفرنسية. كان يجي كل عام في الخيمة المنظرة اللي هي صورناها، سميت على اسمه لأنه كان يعطي فيها دروس، وكان يأخذ معه بعض من الشباب ويروح يحج كل عام، لأنه كان يلقي دروس هناك في الحرم المكي. وكان من ضمن الناس اللي تروح معاهم جدنا اللي هو الشيخ الحج أحمد. أثناء الحملة الفرنسية وأثناء مروره ووجود الحملة الفرنسية ووجود الفرنسيين في مصر، مر بحجازة وأخذ منهم معاه مجموعة من أهل حجازة، منهم جدنا الشيخ الحج أحمد برضه، والشيخ محمد حسن الجوهري والشيخ علي تمساح. عندما علم الحجازيون بوجود الحملة الفرنسية في مصر، ضج الحرم المكي بالضجيج وتجردت أسطار الكعبة. وخطب الشيخ الجيلاني من كتاب له عن فضل الجهاد في سبيل الله. توافد الحجازيين بعد دعمهم من محمد بإصلاح الحضرمي والشريف مساعد وأحمد الفاسي وعبد الرحمن العسير. أتى الحجازيين وكان يستقروا في منطقة تسمى الجطة. الجطة دي سميت بعد ذلك في المراجع الفرنسية اللقيطة، لأن سميت الجطة لا قطة، اللي حرفت بعد ذلك هي اللقيطة. اللقيطة دي في اتجاه شرق حجازة بحدود حوالي من 10 كيلو رايح، دي اللي هي اللقيطة. كانوا يجتمعوا فيها الحجازيين بقيادة الشيخ الجيلاني لمحاربة الفرنسيين. وفعلا وقت ما قامت معركة قفط اللي سميت بعد ذلك معركة البارود، اتجهوا من اللقيطة. وكان في هذه الفترة السلاح اللي بيحاربوا به ما كانش فيهم حجازيين بس. ومن المصادر الفرنسية التي ذكرت الشريف حسن كان لوفيسييه اوي، مذكرات الضابط اوي، والاكسبيداسيون فرانسيز ان ايجيبت كانت برتيه ودولا جونكار وفيفان دي نو فواياج انوت ايجيبت امباس ايجيبت انوت ايجيبت، التي تحدث عن دور الشريف حسن في المعركة. وكان الشريف محمد الجيلاني الهاشمي أول من أطلق الرصاصة في معركة البارود 3 مارس، وكانت البارود ناحية، وكانت البارود تسمى بساحل بقطر التابع إلى ناحية الشيخية. مهتم بالأحداث اللي كانت تحصل عن الحملة الفرنسية والشيخ الجيلاني، فلما لقيتهم مهتمين بالكلام ده كله أنا ألفت أبيات من الشعر، والأبيات بتقول: حجازة حجازيين وأوقفها ضد الفرنسيين، رجالك عنك مدافعين، نفضل أبنائك مهما تتغير السنين، ونظل أولادك لأننا بك فخورين، وشكرا إنك تحملت ضغط السنين، ونهتف ونقول حجازة حجازيين دائما لف على راسنا ومنصورين، وشكرا. وسميت بعد ذلك المعركة معركة البارود لانفجار السفينة المحملة بالسلاح. ويذكر برضو التاريخ ان تم اغراق السفينة ايطاليا بتاعت طبعا نابليون الذي تحسر عليها واستبشر وقال نهايته قد قربت، وقد تحطمت آمالي في إنشاء إمبراطورية بالشرق نظرا للتحطم السفينة بتاعته الخاصة اللي هي إيطاليا. شارك الشيخ الجيلاني في معركة أبنود في 8 و9 و10 وحوصر، وخرج ليلا على بئر عنبر ثم إلى حجازة. كان في حجازة صديقه الحميم القديم الشيخ علي بن عبيد الذي استقبله. أصيب الشيخ الجيلاني بعلة وتوفي في 14 بعد 4 أيام من المجيء إلى حجازة في 14 مارس 1799. وكان للشيخ الجيلاني وصية حيث أرسلت في القرى وفي البلاد وصية الشيخ الجيلاني، وهي الجهاد والصمود ضد الفرنسي. ويذكر الأحداث برضو
ان احد المجاهدين وهو محمد حسن جوهر واثنين اخرين من الحجازه قاموا بقطع راس مورندي وتم واتوا بها لحجازه، وكانوا يريدون احراقها، فرفض الشيخ علي عبيد وقال لا يحرق الا صاحب النار. واستاذن من رئيس الدير في هذه الفتره وكان اسمه حنا بطرس غبريال، وقام بدفن راس مورندي في الدير واتعمل له قبر ودفنت راس مورندي بالدير. وقام الدير في هذه الفتره برضه كان بيقوم بتضميد الجروح، وانشأوا مستشفى في الدير لعلاج المرضى، مستشفى سريه. ويعني الراهب حنا بطرس غبريال قام بدور بارع في هذه الاثناء بصراحه يعني.